اسمي عبد الواحد عبد المحسن، أقيم في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وأعمل في القوات المسلحة السعودية ضابط صف وسكرتير خاص للواء الطيار الركن علي سعد آل مرعي. وكنت أشاهد تقارير عاصفة الحزم، وهي اسم العملية العسكرية التي تشنها السعودية ضد اليمن. أود أن أعلن عبر هذا المقطع القصير عن ترك الإسلام أولا، لأن البراهين تشير بوضوح إلى أن الإسلام نظام فبركة صمم بطريقة تسهل على أي دكتاتور توظيفه لاستدامة سلطان طغيانه، كما يفعل النظام السعودي حاليا. ثانيا، أنه أينما شاع الإسلام شاع معه التخلف العلمي والعداء للفن واعوجاج القيم الأخلاقية. وسوف أسرب بالأيام القادمة بعد أن أصل إلى ألمانيا ما بحوزتي من معلومات عن جرائم الجيش السعودي ضد المدنيين في اليمن، والتي كنت شاهدا على تقاريرها، وهي ممكن أن ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأتوخى أن أنال بذلك راحة الضمير. وشكرا.